بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده عايزين نعرف الناس اللي شغالة معانا واللي مش شغال معانا، اللي بيشتغل شغل تسويق بالعمولة أو بيبيع حاجة على النت، تمام، أيا كان هي إيه، طالما بتعرض على الماركت بليس اللي هو بتاع الفيسبوك. لازم تتبع الخطوات دي ضروري جدا، لأن بعض الناس بتعرض المنتج وبتستنى فترة طويلة على ما يجي لها أوردر أو أوردرين. يعني ممكن حد يقعد أسبوع أو 10 أيام يلاقي مفيش أي رسائل، مفيش استجابة، مفيش أي مشاهدات. فده بيرجع للمكان اللي انت بتعرض فيه. ما ينفعش ان انا اعرض منتج على الماركت بليس واشاركه مثلا في 10 جروبات او 5 جروبات. الجروبات دي بتبقى عددها قليل جدا. فبيبقى نسبة الوصول المنتج اللي انا عارضه للناس قليل جدا، يعني زي محل فاتح في مكان زحمة ومحل فاتح في حته مقطوعه بالظبط كده، ده نفس التشبيه. المحل اللي فاتح في مكان زحمه بيعدي عليه ناس كتير، ممكن حد يشوف منتج من اللي معروض فيطلبه، والمكان اللي ما فيهوش اي حد استحاله ان حد هيعدي عليه اساسا علشان يشوف المنتجات بتاعته. فالماركت بليس حاجه زي كده بالظبط. فاحنا المفروض هنعمل ايه علشان نبقى المنتج بتاعنا ده معروض في مكان زحمه؟ مبدئيا كده اعتمادك الكلي بيبقى بعد ما بتبقى في عرضت المنتج على الفيس العادي الازرق، مش الفيس لايت اللي ظاهر قدامنا ده. بتلجأ للفيس لايت لان فيه مميزات بيديها لك مش موجوده في الفيس الازرق العادي. طيب ايه هي المميزات دي؟ اولا كده ازاي ان انت تجيب جروبات كتير. يعني انت رقم واحد لازم يبقى عندك جروبات كتير علشان تقدر تعمل الخطوات اللي احنا هنعملها دي، تمام. طيب بعد ما يبقى عندي جروبات كتير او انا مش عندي، فهجيب الجروبات دي ازاي؟ هنشوف دلوقتي. هنفتح الفيس لايت، بنفتح الماركت بليس، تمام، بتاع الفيسبوك اللي احنا عرضنا فيه المنتجات بتاعتنا. بعد كده بنفتح الصفحة اللي فيها المنتجات، الصفحة الشخصية دي اللي هو الملف التجاري بتاعنا اللي بنعرض عليه، اللي هي قائمة معروضاتك. بعد ما بتفتح قائمة المعروضات وبتفتح معاك بيظهر لك المنتجات اللي انت عارضها. كل واحد طبعا بيعرض بالسعر اللي هو عايزه زي ما انت شايف كده. دي المنتجات المعروضه على الماركت بليس، تمام. لو جينا نشوف اول حاجه هنا اللي هي الساعه السمارت، هتلاقي فيه 83 من الاماكن. يعني احنا عرضنا الساعه دي على الماركت بليس وفي 83 جروب، تمام. تحت شويه الجزامه معروضه في 136 جروب غير الماركت بليس طبعا. اللي تحتيها 49 وهكذا. هتلاقي اللي تحتها واللي تحت واللي تحت نفس النظام. هتلاقي في 139 وفي 50 جروب وفي 80. طبعا اللي شغال على الحساب ده دايما بيزود الجروبات، يعني كل شويه بيدخل يضيف المنتج ده في جروبات زياده. طيب بيعمل الخطوه دي ازاي؟ احنا اول حاجه هنعملها زي ما قلنا، هنشوف احنا عايزين جروبات كبيره هنجيبها ازاي او اشترك فيها ازاي، تمام. احنا بنعمل انضمام للجروبات ازاي؟ مبدئيا كده انت عرضت شويه منتجات على الماركت، خلاص، تمام. ودي المنتجات بتاعتي ودي قائمه معروضاتي. طيب انا عارض مش موجود عندي تم العرض في اماكن تانية، يعني على الماركت بليس بس، او موجود عندي ان انا تم العرض في 3 اماكن او 5 اماكن. اضيف بقى ازاي جروبات تانية؟ اول حاجه كده احنا هننضم لجروبات كبيره. ما ينفعش انضم لجروب في 1000 او 2000 او 5000، لا انا عايز جروبات فيها 100000 200000. اقل حاجه ابدا اعمل ليها انضمام 15000 20000 10000 على حسب. وطبعا كل ما يبقى الجروب كبير كل ما يبقى نسبة وصول المنتج دي أكبر. طيب أشترك فيها إزاي؟ هنخش على أي حاجة وليكن الجزامة دي مثلا، وبنعمل من هنا تعديل لقائمة المعروضات. بنعمل ايه بقى في التعديل ده؟ بنروح للموقع بس اللي هو ده الموقع، بندوس عليه ونكتب اي مكان احنا عارفينه، مثلا في القاهرة او في الجيزة او في اسكندرية، اي مكان منطقة مش شرط المحافظة. لو اخترنا تاني اختيار اللي هو ده اللي هي طلخة في الدقهلية. بعد كده خلاص احنا مش هنعدل اي حاجه في اللي احنا عاملينه وبندوس حفظ، تمام. طيب انا عملت كده ليه بقى؟ لان بيظهر لك جروبات بيع وشراء مش جروبات عامه. مش هتظهر الجروب العام، مش هيظهر معاك في الماركت بليس وانت بتعمل عرض في مزيد من الاماكن. بنرفع بقى الصفحه لفوق خالص، يعني خلاص عملنا التعديل وحطيناه في طلقه زي ما انتم شايفين. بنرفع الصفحه دي كده قبل ما نطلع منها، بنلاقي فيه تحت مجموعه البيع والشراء المقترحه. دي اللي انت بتختار منها الجروبات. طيب انا عندي هنا 3 بس، طب اعمل ايه؟ بدوس عرض الكل هنا وبعمل تحديث كده، بنزل بصبعي تحديث للجروبات اللي متاحة قدامي، وببدأ اختار الجروبات اللي هي الكبيرة اللي هي زي كده مثلا جروب 10057 عضو. فانا بدوس انضمام عليه وبرجع بالسهم على طول، خلاص هو هيتم الانضمام بتاعه، مش برجع بطلع خالص. ما ينفعش اشترك بقى في جروب فيه 869 زي الجروب ده.
الجروب ده مش هيعمل معايا اي حاجه، ولا جروب زي ده في 2950. لا، انا مش عايز الجروبات دي كلها. احنا زي ما قلنا عايزين جروب زي ده كده مثلا 56465، فبندوس عليه انضمام وبندوس رجوع عادي. خلاص هو ايه اخد الامر، وبنكمل على هذا الوضع. جروب زي ده مثلا في 15000، بدوس انضمام وبدوس رجوع. خلاص هو اخد الامر وهيعدل نفسه بنفسه اهو. خلاص تمام. طيب انا هنا ما تلاقيتش جروبات كبيره كفايه، فبعمل ايه؟ برجع تاني وبجيب اي مثلا اعلان تاني وبدخل عليه وبعمل تعديل. بعد التعديل بجيب الموقع بس، وبختار مثلا اي مكان في القاهرة او في الجيزة او في اي حتة، تكون منطقة. اهم حاجة تكون منطقة علشان يبدأ يظهر لك الجروبات الكبيرة بتاعتها. وليكن برضو محافظة، لو انت اخترت محافظة، يعني لو دوسنا على حلوان ودوسنا حفظ، خلاص الخطوة اللي بعديها بيظهر لك ان الاعلان بتاعك كمان وانت بتعدل اللي هو اتعرض في مكان تاني. يعني انت في نفس الوقت شغال وبتدور على جروبات، يعني مش شغال كده بس. تمام. وبنرفع لفوق كده بتلاقي ظهر لك جروبات تانية. تمام. زي ما انت شايف كده في جروب 30189، فبدوس عليه انضمام وبدوس واحده رجوع. خلاص اخد الامر هيعدل نفسه. طيب عايز الجروبات اللي بعديها، بدوس عرض الكل. طيب ده ظهر لي الجروبات اللي انا كنت واقف عليها. بعمل كده، بنزل بالسهم لتحت خالص، بجيب صبعي من فوق الشاشه لتحت كده زي ما انتم شايفين، بيعمل تحديث للجروبات في الاماكن اللي احنا غيرنا لها اللي هو حلوان. فعندك جروب زي كده، سيبك بقى من اسم الجروب عقارات او ايا كان، الجروب نفسه هو ده بتاع بيع وشراء اللي بيظهر لك لما تيجي تعرض حاجه على الماركت بليس وتدوس عرض في مزيد من الاماكن. فدي الجروبات اللي هي بيع وشراء. الجروبات اللي هي العامه او جروبات خاصه ما بتظهرش اساسا على الماركت بليس، بتبقى موجوده عندك وانت بتفكر ان انت مشترك في جروبات كتير وما بتظهر لكش. السبب بتاعها ان انت الجروب ده مش بيع وشراء، ده جروب عام او جروب خاص. تمام. هنبدا نعمل نفس الخطوات. ادي ده جروب 14000، بندوس انضمام وواحده رجوع. خلاص خد الامر. طيب كان في فوق هنا واحد 25000 اهو، بدوس انضمام وبدوس واحده رجوع. بعد كده ده 24000، بدوس انضمام وبدوس رجوع. وهكذا في كل الجروبات اللي جايه. زي جروب زي ده، سيبك من الاسم بتاعه، اهم حاجه عندي الاعضاء يكونوا فوق ال 15000. تمام. جروب زي ده بدوس عليه انضمام وادوس رجوع. تمام. جروب زي ده حتى لو دوست انضمام واستنيت شويه، هو خلاص خد الامر وهيخليك تكمل شغلك. تمام. طبعا الكلام ده انا بعمله علشان بس اوضح للناس ازاي يكون عندها جروبات كتير تقدر تعرض المنتج في الماركت بليس وتعمل عرض لمزيد من الاماكن، لمزيد في الاماكن للمنتج اللي هي عرضها على الماركت بليس. تمام. يا رب الشرح يكون بسيط ويفسر اللي انا بعمله بسهوله، علشان الناس اللي شغاله اونلاين بتتعب انا عارف. فبنحاول نوفر جميع الوسائل اللي هي تساعدهم في ان هو يشتغل مجانا ومن غير اعلانات مموله ويصرف فلوس وفي الاخر يلاقي الاعلان بتاعه ما جابش همه، بسبب سياسه طبعا عدم التعامل مع الاعلان الممول زي ما الشركات الكبيره بتعمل. لان انا لو عملت اعلان ممول وانا مش فاهم سياسه الاعلان الممول مش هيجيب معايا همه. تمام. فده توضيح لان انت هتعرض على الماركت بليس وهتيجي على الفيس لاين من الفيس الكبير، الفيس اللي هو العادي الازرق، بتعرض عليه المنتج. بعد ما بتعرض المنتج على الفيس الازرق، انت بتيجي على الماركت على الفيس لايت، بتبدا تعمل الخطوات دي. وفي خطوه مهمه جدا، يا ريت الناس ما تفلتش اي كلمه في الفيديو ده علشان تفهمها. ما ينفعش ان انا ادخل اقعد اعدل على الاعلانات كلها وافضل انضم في جروبات كبيره واقعد ساعتين بعمل الكلام ده. هيتعمل لي حظر على الاكونت بتاعي لفتره 3 ايام وبعد كده اسبوع وبعد كده شهر، فيبقى انا عطلت نفسي. انا كده ما استفدتش حاجه. احنا بنعمل مثلا 10 جروبات وبعدها بساعتين ولا حاجه ندخل نزود 10 جروبات، وفي نفس الوقت انت شغال بتغير اماكن الاعلان وبتعمل عرض للبيع في مزيد من الاماكن. تمام. فلما بنيجي ننضم للجروبات ديت برضو بنعمل مثلا اعلان زي كده، احنا غيرنا المكان بتاعه، بندوس على دي عرض للبيع في مزيد من الاماكن، بيظهر لنا الجروبات بتاعتنا اللي احنا اشتركنا فيها. هتلاقي الجروبات كلها 30000 و15000 105,000 زي كده، فهتلاقي جروبات كبيره. فبنبدا نحدد 10 جروبات بس، 10 جروبات بس، محدش يحدد ازيد من كده، 10 او 9. تمام. وبندوس نشر، بتلاقي الاعلان بتاعك تم النشر في 10 من الاماكن. فهنيجي للجزامه ديت، كانت 136 زي ما انت شايف في جروبات يعني على الماركت بليس و135 مكان. لو عملنا تحديث للقائمه كده وجينا نبص على الجزامه بقت كام جروب، هتلاقي العدد بتاعها بيزيد. ده علشان احنا دوسنا اهو بقى 138 يعني اتضاف جروبين، ولسه طبعا ال10 اللي احنا حددناهم هيتضافوا كمان. فهتيجي تبص تعمل تحديث تاني هتلاقي الاماكن بتزيد.
كذلك في كل الاعلانات اللي عندك على الماركت بليس بتبدا ان انت تزود 10 اماكن في 10 اماكن في كل الاعلانات. تمام، بقت 141. تمام، ما ينفعش بقى اجي على نفس المنتج وادوس عرض للبيع في مزيد من الاماكن، هتلاقي المنظر ده كده، هتلاقي 10 جروبات اللي انت حددتهم لسه موجودين. طب ده ليه؟ لان الفيس لايت بيفضل واقف على نفس الخطوات اللي انت كنت عندها، بدليل ان انت لو دوست على الاعلان بيفتح معاك على طول عرض للبيع، بتلاقيه واقف على نفس الحاجه. طب اعمل ايه؟ خلاص ضفت ده في 10 جروبات، اخش على الاعلان اللي بعده واعمل كده عرض البيع في مزيد من الاماكن، واحدد 10 جروبات بس مش اكتر. ده بعد ما اشتركت في جروبات شويه، يعني بقى عندي جروبات بيع وشراء بتظهر لي في المكان ده، فببدا احدد فيها. تمام، في حاجه بقى، لو انت رفعت الجروبات بتاعتك للاخر، في جروبات تحت بتبقى موجوده مش بتاعتك، يعني مش انت اللي اشتركت فيها، فحاول تركز في الجروبات اللي انت اشتركت فيها اللي هي عددها كبير، لان تحت خالص ممكن تلاقي جروب مش عليه العلامه المربعه دي، بتلاقي عليه كلمه انضمام مثلا، ولو عليه العلامه المربعه بتلاقي الجروب فيه مثلا 800 شخص 100 شخص، بيبقى قليل، ما تضيفوش عندك. تمام، بعد انت بتختار اول 10 بيظهروا لك فوق، ما تختارش من تحت، لا اختار اول 10 بيظهروا من فوق. وبعدين بتدوس نشر، خلاص تم النشر في 9 من الاماكن. 9 دول زياده على العدد اللي موجود هنا، يعني ديت 49 من الاماكن، هتلاقي العدد بتاعها بيزيد. هنعمل تحديث اهو، هتبص هتلاقي العدد بتاع المنتج اللي هو السويت شيرت اللي معروض بيزيد عن 49، بقى 50 اهو، هيفضل يزيد للتسعه اللي انت زودتهم. وهكذا بقى شغلك بيبقى بنفس النظام، ان انت بتيجي على اعلان بتدوس عرض للبيع في مزيد من الاماكن وبتزود 10 جروبات. اخر حاجه في الفيديو حابب ان انا اوضحها للناس، طريقه الانضمام للجروب زي ما شرحناها في البدايه. ما تنساش ازاي توصل للجروبات اللي هي بيع وشراء، مش جروبات عامة او خاصة. تعرف ازاي؟ حاول تجيبها من اعلان انت عارضه على الماركت بليس بالخطوات اللي احنا قلناها، اللي هي التعديل اللي هنا للمكان، وبنختار مكان يكون في مصر، ما يبقى السعودية كويت، علشان في اماكن بتبقى مش في مصر، وبتدوس عليها حفظ. بعد ما بتعدل الموقع بترفع الصفحة بقى بعد ما حفظت الموقع الجديد، وفي نفس الوقت انت غيرت مكان المنتج، فانت كده بتشتغل وبتدور على جروبات. هتلاقي جروبات تحت هنا، اجيب الباقي منين؟ عرض الكل، هتلاقي جروبات هنا. طيب دي انت عديت عليها وشفتها واشتركت في بعض الجروبات الكبيره اللي فيها، بتعمل تحديث او بتجيب صبعك من فوق الشاشه لتحت، بيتعمل تحديث، بيظهر لك جروبات تانية، فبتختار الجروبات الكبيره. كل اللي ظاهر قدامك من خلال الماركت بليس اللي على الفيس لايت دي جروبات بيع وشراء، مش جروبات عام او خاص. يا ريت اكون وصلت المعلومه بتفسير بسيط علشان الناس اللي بتتعب، واحنا والله بنحاول ان احنا بقدر الامكان نوضح بعض الخطوات للناس علشان يكون في اوردرات ويكون اكل عيش من البيت. شكرا لكم.